مقديشو مغلقا ومدمرا. جاءت وكالة التنسيق والتعاون الدولي التركية تيكا وأعادت بناءه وتشييده، ثم افتتحه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال زيارته إلى العاصمة الصومالية مقديشو الشهر الماضي. وبدأ المستشفى يستقبل الآن مئات المرضى الذين كانوا يعانون أمراضا مستعصية تتطلب نقلهم إلى الخارج. ما بين جموع الفقراء التي توافدت على المستشفى الصومالي التركي للتعليم والبحث العلمي، كان هناك أيضا أفراد من الطبقة الميسورة والراقية، وجاء الجميع طلبا للعلاج الذي بات اليوم بفضل هذا المستشفى الحديث لا يقل عن مثيله في أرجاء العالم. هذا المستشفى لا يأتي إليه الناس من مقديشو فقط، بل من جميع الأقاليم، وهناك من يأتي إليه من إثيوبيا وكينيا. وبالرغم من أجهزة الطبية المتطورة والكوادر الطبية التي يمتاز بها المستشفى، إلا أن الخدمات العلاجية تقدم بأقل التكاليف، وفي بعض الأحيان يوفر المستشفى الخدمة الطبية بالمجان ويتكفل الحالات الإنسانية بالكامل. كنت مريضا جدا وكانت قدمي مكسورة لمدة 2 سنين. ذهبت إلى أماكن عدة ولكن دون جدوى. أخيرا جئت إلى هذا المستشفى وأجروا لي عملية جراحية. الحمد لله، بدأت الآن أشعر بالتحسن. وحدة العناية المركزة ووحدات الأشعة والمختبر وصالات العمليات الجراحية المختلفة كلها مشغولة باستقبال المرضى، فعدد العمليات الجراحية التي أجراها فريق الأطباء خلال أسبوع واحد تجاوزت 100. العمليات الجراحية التي يقوم بها المستشفى في الوقت الحالي هي في تخصصات الجلد والكلى والمسالك البولية، إضافة إلى العيون وجراحة المخ والأعصاب، وكذلك الجراحة العامة والنساء والولادة. المواطنون يشعرون بأن هذا المكان بتجهيزاته التي تضاهي الأحدث عالميا قد وفرت عليهم تكاليف باهظة كان أغلبهم لا يمتلكونها، ما جعل هذا المستشفى قبلة لقاصديه من جميع أرجاء البلاد. محمد شيخ، TRT العربية، مقديشو. ونختتم نشرتنا من غرب تركيا وتحديدا مدينة أوشاك، حيث